مرحبا، إن شاء الله تكونوا بألف خير. وصفتي لليوم رح تكون أجنحة الدجاج بصوص البوفالو الشهي. تابعوا الوصف الأخير. يلا نشوف المكونات والطريقة ونبلش. هون معي كيلو من الأجنحة، غسلتن كتير مليح وقطعتن بهذا الشكل. هلأ رح أنقعن. معي نص كاسة من الخل الأبيض، ورح أنزل فوقن نص كاسة من اللبن، وكم شرحة ليمون، وبس هيك رح اخلطن كتير مليح لحتى يوصل اللبن والخل لكل الاطراف. شايفين؟ ورح اغطيهم واتركهم منقوعين بهذا الخليط تقريبا شي ساعة. وقد ما بتقدروا تخلوهم بهذا الخليط منقوعين بيكونوا احسن، حتى لو عملتوهم قبل بالنهار بيكون احسن. هلأ رح نحضر لخليط التغطية. اول شي رح انزل كاسة ونص من الطحين، رح اضيف فوقن معلقتين كبار من النشا، والبهارات معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، معلقة صغيرة من الزنجبيل، ونص معلقة صغيرة من الهيل المطحون. رح أقلب المكونات كلهم مع بعض، وبس هيك رح أتركن على طرف. وهلأ رح نحضر لصوص البوفالو. أول شي رح أنزل 75 جرام من الزبدة، رح أحركها لحتى تدوب شوي. بس دابت رح انزل نص كوب من الصلصة الحرة، اي نوع عندكم متوفر. بقلبهم مع بعض كتير مليح مع معلقتين كبار من الكاتشب. بقلب المكونات مع بعض. بعدين رح احط معلقة كبيرة من صلصة الباربيكيو، ومعلقة كبيرة مليانة من العسل. واذا مو متوفر فيكم تستبدلوا العسل بالسكر، يعني تكون معلقة كبيرة مليانة من السكر. وحطيت نص معلقة صغيرة من الملح او اقل حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا. رح اقلب المكونات كلهم مع بعض لحتى يبلشوا يغلوا. بس بلش يغلوا دغري بطفي النار، وهيك بتكون الصلصة جاهزة وبفضيها. وهيك لازم يكون قوامها. شايفين؟ رح اتركها على طرف. وهيك بعد ساعة رح اصفي الاجنحة من الزوم النقع اللي نقعناه فيه، تقريبا مرق عليه شي ساعة. بصفيهم كتير مليح. وهلأ رح أقلكم بالطحين اللي كنا محضرينه قبل بوقت. رح احط كم قطعة واحاول أقلكم بالطحين من كل الاطراف وكتير مليح. وبعدين بننفض هيك الطحين مشان ما يحرق الزيت بهذا الشكل. ورح اكمل كل الكمية اللي معي بنفس الطريقة لحتى يخلصوا. انا بهذا الوقت حطيت الزيت على النار مشان يحمى على نار هادية. وهلأ رح ننتقل لمرحلة القلي. وها هن بعد ما صاروا جاهزات رح نبلش نقلي هلأ بزيت حامي وغزير. والنار اول شي لازم تكون قوية. رح احط كمية من الاجنحة. اول شي بتكون النار قوية، بعدين بوطيها على الوسط مشان يستوي من جوا ومن برا، ما ياخدوا لون من برا ويضلوا من جوا نيات. مشان هيك لازم تكون النار وسط. اول شي هيك رح يكونوا بنضلنا نقلبهم كل شوي. اول شي ما بتقربوا عليهم ابدا لحتى يمسكوا، بعدين بنصير نقلبهم. شايفين؟ لهذا اللون انا اللي بدي اياه، هيك لازم يكون. رح نشيلهم ونصفيهم، ورح نحط اللي ضلوا ونقليهم. ها هن شايفينهم. رح اكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وهيك بعد ما خلصت القلي رح افضي كل الاجنحة اللي قليتهم وافضيهم بجاض. وبهذا الوقت رح احط عليها صوص البوفالو اللي حضرناه قبل بوقت. وبتحطوا قد ما بتحبوا انتو، فيكن تحطوا قليل وفيكن كتير حسب الرغبة. وبقلبن مع الصوص هذا كتير مليح لحتى يغلف الاجنحة كلن. بنقلبن هيك شوي. شايفين ما احلاهن؟ لونه بجنن وطعمتن ولا اطيب. شوفوا. وهلأ رح احطهم بصحن وازينهم. حبيت ازينهم برشة بسيطة من السمسم الابيض، الزينة اختياري، وشوية بصل اخضر هيك رشة بسيطة. وهيك بيكون الغدا جاهز. شايفين ما احلاهم؟ وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكم والوصفة عجبتكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة واللايك والشير. بشوفكم فيديو جديد. باي باي.